يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عاملاه معاكم، وبحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا انتظم كده في تنزيل الفيديوهات. وما تتخضوش كده من بداية الفيديو، يعني هتعرفوا انا هعمل ايه دلوقتي. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، اللي لسه اول مرة يشوف قناتي ومش مشترك فيها، ما ينساش طبعا ان هو يشترك في القناة، وكمان يكتب لي كومنت حلو كده يشجعني ان انا انزل لكم على طول فيديوهات. ويلا بينا نبتدي الفيديو. زي ما انتم شايفين بقى، البلكونه بتاعتي يعتبر اتدمرت، لان طبعا اي حاجه في ايدي في المطبخ بحطها في البلكونه. وزي ما انتم شايفين كمان ان مساحه البلكونه عندي مش كبيره، يعني المساحه عندي محدوده. ففي حاجات لازم تتحط في البلكونه، زي مثلا الانبوبه بتاعه الغاز، يعني احنا ما عندناش الغاز الطبيعي. فلازم الانبوبه تكون طبعا بره المطبخ خالص وبره الشقه، فبنحطها في البلكونه. وكمان لو انا مثلا عايزه احط بصل، بطاطس، الحاجات اللي زي دي بحطها برضو في البلكونه. فكان عندي تربو الصراحه، بس شلته من البلكونه، لان زي ما قلت لكم ان مساحه البلكونه محدوده جدا. يعني مش متحمله ولا يتحط فيها حتى ترابيزه ولا اي حاجه. فبحاول على قد ما اقدر كده طبعا ان انا استغل المساحه بتاعتها، وان انا انظمها كده وارتبها. وهتشوفوا كل ده في اخر الفيديو. طبعًا شِلت كل الكركبة اللي كانت فيها، والبطاطس بقى والبصل والحاجات اللي أنا حاطاها دي، وكمان حاطة المنظفات وكل ده شِلته طبعًا من البلكونة. كنستها برضه، يعني اللي أنا بافرشها على طول. باحب إن أنا أفرش البلكونة عندي برضه حافظة كده صغيرة باحطها فيها، لإن الصراحة حتى لو المكان صغير بس مفروش، بتحسي برضه إن الدنيا ملمومة كده معاكِ. المهم بقى كنست الأرض كده، وحاولت إن أنا أشيل التراب برضه اللي على التند عندي. ومسحت كمان السيراميك كده بفوطة كده مبلولة مَيّة. مسحت السيراميك، وكمان هاجيب فوطة نضيفة وامسح كده برضو الأحبال اللي أنا بنشر عليها الهدوم، لأن التراب اليومين دول صعب جدا. فلازم أصلا على طول قبل ما بنشر لازم إن أنا أمشي إيدي كده في الأحبال اللي أنا بنشر عليها، وكمان السيراميك. المهم بقى عملت ده كله كده، وزي ما قلت لكم فضيت البلكونه خالص. وشكلها الصراحه يفتح النفس كده من غير ما تحط لها اي حاجه. يعني زي ما انتم شايفين كده، يعني برغم ان مساحتها صغيره، بس شكلها كده وهي مترتبه كده ومفيش فيها حاجه، شكلها حلو. فاحنا طبعا لازم برضو نحط فيها الحاجات اللي عندنا، يعني هنحطها ملهاش مكان الصراحة. يعني مثلا الترابيزة عندي لها 4 كراسي، فعندي 3 كراسي بس وسبت كرسي واحد حطيته بقى زي ما انتم شايفين كده. فحاولت على قد ما اقدر ان انا استغل المساحة، فحطيته كده يعني بعد الانبوبة على طول. وحطيت كمان الترابيزة بقى عندي ان هي خشب، وكمان بتتفرد زي ما انت عاوزة. فطبعا البلكونة علشان صغيرة فردتها نص دايرة بس، لكن هي بتتفرد دايرة كاملة. فحبيت ان انا اعملها نص دايرة، ولما انشر مثلا او كده يعني ارجعها تاني. طبعا يعني فردها سهل ان انت تشيليها وتحطيها كده. الترابيزة دي سهلة جدا. فقلت ان هي عملية برضو، يعني لما ادخل يعني انشر الهدوم او حاجة ارجعها مكانها. ولما احب بقى اعمل كده فطار الصبح او كوباية شاي، يعني الواحد الصراحة بيكون زهقان معظم الوقت، فبحب دايما اقعد في مكان مفتوح، يعني في بلكونة اخرج كده. فطبعا مش بنخرج كل يوم، فبحب ان انا اقعد فيها لو ساعة واحدة حتى الصبح. وخلاص حملت بقى الترابيزة، وحطيت لها كمان المفرش ده، وحطيت لها الزرعة الحلوة دي تدي لها شكل حلو كده، ورشتها معطر. وخلاص كده كانت البلكونة نضفت معايا جدا، وشكلها يفتح النفس. حتى وانا بدخل ان انا انشر فيها كده شكلها مريح، عما طبعا كانت مكركبة. المنظفات بقى والحاجات اللي كانت عندي دي طبعا حطيتها جنب الانبوبه، طبعا ورا الكرسي على طول برضو مش باينه، لان زي ما قلت لكم ان انا الحاجات دي مليش يعني مفيش مكان عندي ان انا احطها فيه. لكن شلت بقى البصل والبطاطس والحاجات اللي كانت مكركبه دي. المهم بقى نضفنا البلكونة وظبطنا الدنيا، فقلنا نعمل كده غدا سريع وسهل، وبرضو يعني نتغدى كده في البلكونة، تكون حاجة سهلة كده علشان يعني نستفتح بيها كده البلكونة بتاعتنا.
فعملت كده كريب كان نفسنا فيه من زمان الصراحة، فقلت اعمل كده سندوتشات سريعة. المهم بقى كان عندي الحاجات جاهزة، حمرت بس بطاطس وحمرت كمان بانيه جاهز برضو، وعندي عيش الكريب برضو جاهز. عملت بقى اول سندوتش كده، ما حطيتش كاتشب كتير لان انا يعني السندوتش ده كان ليا، فانا ما بحبش الكاتشب الكتير الصراحه. المهم بقى عملت هنا هنا حطيت بقى الفراخ والبطاطس، وهحط جبنه موتزاريلا واحط طماطم وفلفل، وهقفل بقى واقفل الساندوتش واحطه بقى على النار. بحطه طبعا كده يعني يتحمص كده من فوق ومن تحت كده، على صينيه عاديه عادي، وبيبقى جاهز معايا، بيبقى طعمه حلو الصراحه، ويعني ليه حشوات كتير، فبس انا بستخف الحشوه دي ان هي الحاجات بتاعتها او المكونات بتاعتها بتكون جاهزه عندي، فبطلع على طول وعلى البوتاجاز وخلاص. وده كان السندوتش بتاعنا. هعمل بقى طبعا سندوتشات تانية كتير. وهنا كنت بحط بقى الصينيه كده، وهحط لها شويه من الزيت يعني تسخن شويه حلوين كده قبل ما احط السندوتش، وهحط بقى السندوتشات بتاعتنا وخلاص. اللي وصل طبعا معايا لحد دلوقتي يكتب لي في الكومنتات، عشان بحب جدا اشوف التعليقات بتاعتكم، لانها بتفرحني جدا وكمان بتشجعني ان انا انزل لكم على طول فيديوهات باستمرار. بس الفتره دي زي ما قلت لكم ان انا الشقه بتاعتي متبهدله، فقلت لا يعني ابطل بقى كسل واقوم كده اتنشط معاكم وانضف حاجه حاجه. المهم بقى عرفوني كده مين اللي جاهز كده حاجة المدارس. طبعا اليومين دول كله بقى عارض حاجة المدرسة واللانش بوكس بقى والشنط والحاجات الحلوة دي. فطبعا عرفوني بقى جهزتوا حاجات المدارس ولا لسه، عشان ان شاء الله جهزها معاكم. وخلاص هنا كنا وصلنا لاخر الفيديو، واقول لكم مع السلامة.